وعندك مدرب ملوش في الكوره بتاع بطيخ. اقسم بالله احنا ما عندنا، والله العظيم ما عندنا. يا عم الشناوي ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعالى بقى قيم لي اللعيبه كده، والله العظيم قيم لي اللعيبه. الشناوي 0 من 10، لو في نص الصفر هديهوله. اقسم بالله حاجه قرف، نازل يشخ في الملعب ما بيعملش غير كده. في ايه يا جدعان؟ اقسم بالله ما كده. تعالى كده بقى هات لي ياسر ابراهيم 0 من 10، هات لي حسام عبد المجيد زفت من 10، رامي ربيعه زفتين من 10. مفيش حد كويس يا جدعان، ما انا مش لاقي حد كويس عشان اقول عليه كويس. والله العظيم ما الاقي حد كويس عشان اقول عليه كويس. مفيش لعيب كويس في الملعب، وعندك مدرب ملوش في الكوره بتاع بطيخ. القرعه دي ملهاش في الكوره، والله العظيم مدرب على الله حكايته. احنا قلنا ان احنا بنكسب ببركه ربنا، ما صدقتوش ان احنا بنكسب ببركه ربنا. لكن احنا كوره ما عندناش مدرب، والمدرب مخلي اللعيبه ملهاش فيها. الشناوي محتاج، مش عارف اقول لك ايه يا شناوي. اقسم بالله طلعتنا كلنا من المله. ما عندكش دراع تفرده؟ في يا عم الشناوي بجد في ايه؟ لا احنا تعبنا، والله العظيم تعبنا، مش مكتوب لنا نفرح. ازاي مصطفى محمد ما يبداش من الاول في ماتش ده مدرب متخلف، ولا فيرود ولا اساسا بتطلع من نص ملعبك. اقسم بالله مدرب متخلف. مستنيه يجيب فيك جون، والله العظيم مدرب متخلف. مستنيهم يجيبوا فيك جون عشان تبدا تلعب. طب ما انت طبيعي هيخش فيك جون. بجد احنا تعبنا، والله العظيم تعبنا. المنظومه لازم تنضف، المنظومه في مصر لازم تنضف من الاوباش دول، والله العظيم اوباش. في يا جدعان احنا وصلنا للدرجه دي؟ احنا منتخب مصر نوصل للدرجه دي؟ ما رحناش على السنغال ولا بكوره، مفيش غير كوره اتشتت من بره ال 18. انت متخيل؟ تبص على احصائيات المباراه، انت ما رحتش بكوره. انت كمنتخب مصر ما رحتش على السنغال بكوره. اقسم بالله حاجه زي الزفت. وهتلعب على ثالث ورابع وهتخسر برضه، هتطلع على الرابع. محدش هيتفرج ثالث ورابع ايه يا جدعان؟ انت وصلت اساسا للدور ده بالصدفه، انت عديت ووصلت للدور ده والله العظيم بالصدفة. حاجه تحزن، اقسم بالله حاجه تحزن. الواحد تعب، والله نفسيا الواحد تعب.